إحنا كبشر دايما ماشيين ندور على إجابة، على إحساس، على حاجة تهون الطريق علينا. النفس البشرية دي غريبة أوي، بحر واسع مليان أسرار، وأوقات كتيرة السر الحقيقي بيستخبى في أبسط التفاصيل، في كلمة، في نظرة، في شعور جه فجأة ومحدش فهمه غيرك. ويمكن لو وقفنا شوية وحاولنا نقرأ اللي بين السطور هنشوف الصورة أوضح، ويمكن نكتشف إن اللي بنفتكره صدفة هو رسالة من ربنا، واللي بنفتكره ألم هو رحمة، واللي بنفتكره نهاية هو بداية جديدة لنسخة أقوى مننا. أهلا بيكم في بودكاست بين السطور، معاكم إيمان هاشم. النهاردة هنتكلم عن السر اللي بيغير دقة القلب قبل ما يغير شكل الحياة. فكر معايا كده، الشعور اللي لما بيغيب الدنيا بتفقد لمعتها. إيه اللي بيخليك تصحى الصبح وتقول لسه في أمل؟ الكلمة الصغيرة اللي ساعات بنخاف نقولها، وساعات بنقولها وإحنا مش عارفين ليه. الحب، ولا يمكن اللي أعمق من الحب نفسه، الكيمياء المتواجدة ما بين الاتنين. الكيمياء اللي تخليك تبص لحد وتحس إن الدنيا استقرت فجأة، كأن في حاجة في روحك اتطمنت. الغزالي كان شايف إن الحب مش عاطفة وبس، الحب عنده نور، نقطة هادية بتطلع من روح حد وتروح تطبطب على روح حد تاني. كان بيقول إن أي حب بشري هو انعكاس لحاجة أسمى، وكأنك لما بتحب حد أنت في الحقيقة شايف فيه جمال ربنا اللي ملهوش آخر. ابن خلدون كان بيبص للدنيا بعين تانية خالص، شايف إن الحب هو الرباط اللي بيخلي الناس تتساند مع بعضيها وتقدر تكمل، مش مجرد شغف لكن دفء واستقرار. في حب بيبني مش حب بيهد. ابن رشد كان بيشوف الحب من زاوية راقية جدا، شايف إن الحب مش دايما نار، أوقات بيكون سما هادية فيها عقل بيفهم وقلب بيطمن. بيقولك إن الحب اللي يعيش هو اللي يقوم على الراحة وعلى الانسجام الأرواح، مش بس جذب اللحظة. أما بقى دكتور مصطفى محمود كان عنده الحتة دي اللي محدش يعرف يقلدها. كان دايما شايف إن في لحظة كده بتحصل فيها قبول وحنان، لحظة مفيش عقل يفسرها بس كل روح بتعرفها. بيسميها كيمياء، وإحنا بنسميها الراحة. الراحة اللي بتلاقيها مع شخص واحد بس، من غير سبب، من غير أي تفسير، هو بس. علم النفس بيقول إن طريقة حبك بدأت قبل ما أنت تعرف يعني إيه حب، وأنت طفل لما كنت تلاقي حضن أو صمت أو حتى غياب، ومن ساعتها قلبك اتبرمج يحب بالشكل اللي اتربى عليه. عشان كده تربيتنا بتأثر على اللي احنا بنحبهم أو علاقاتنا العاطفية اللي احنا بنمر بيها. عشان كده كل علاقة بتعيد ترتيباتك القديمة وبتكشف لك جزء من نفسك القديمة اللي مستخبية جواك. الحب هو شعور في البداية وقرار بعدين. في الأول بنحب بعيوننا، بعد شوية بنحب بعقلنا، وفي النهاية بنحب بوعينا. الشعور يجيبك لكن القرار هو اللي يخليك تكمل. الحب مش تعلق، الحب مساحة تسمح له يكون نفسه وتسمح لنفسك تكوني انتي. أما التعلق فهو خوف، خوف من الفقد، مش حب الشخص. الحب الحقيقي هو اللي يهدي قلبك وتحسي إن عقلك مرتاح، مش بيهده ولا بيتعبه. الحب هو رحلة بنعيش جواها، بتجمع شخصين على كل حاجة، على عيوبهم، على مواصفاتهم، والاتنين بيبقوا شايفين بعض مكملين لبعضيهم، هما مش محتاجين شخص تالت يكملهم. الحب اللي بيعيش هو اللي بيجمع جمال الروح قبل تفاصيل الجسد،
وعقل ابن رشد في الراحة قبل الشغف، ووعي علماء النفس في فهم النفس قبل لوم الآخر، ونعومة مصطفى محمود في الكيمياء اللي ملهاش تفسير ما بين الشخصين. الحب هو إحساس ما بتلاقيهوش غير مع شخص واحد. من أول ما بتقف قدامه أنت امتلكت الدنيا، وفي اللحظة اللي بيسيبك ويمشي، في اللحظة دي بس بتحس إن خد روحك معاه ومشي. كل دقيقة بتعدي كأن الساعة بتجري وانتوا واقفين مع بعض، بتحاول توقف عقارب الساعة. يمكن اللقا يطول ما بينكوا شوية، تقعد معاه على قد ما تقعد وتحس إن اليوم جري وكأن الساعة بتجري معاه بسرعة. الحب ملوش تفسير. الحب شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيأمر القلب يحب بدون أي أسباب، بدون أي ملاحظات. مفيش حب مشروط، مفيش حد بيحب حد بيقول له اتغير عشان في طرفين بيحاولوا يحافظوا على بعض بكل السبل. الحب أعظم وأجمل إحساس في الدنيا كلها، بس لو ابتدى صح وانتهى صح. الحب لحظة صدق، لحظة اطمئنان، لحظة حسيت فيها إنك مش لوحدك. ابن خلدون قال إن الحب بيخلي الحياة تمشي، والغزالي قال إن الحب بيخلي الروح تعلى، ومصطفى محمود قال إن الحب بيخلي الكون كله يبقى منور، وعلم النفس بيقول إن الحب بيكشفك لنفسك أكتر. أما الحقيقة اللي بين السطور فهي إنك بتحب مش عشان حد يكملك، أنت بتحب علشان الشخص يطمنك، حد يشوف نورك حتى لو الضوء كان ضعيف، حد يشوف صفاتك حتى لو كانت العيوب كتير، حد يسمع صوتك حتى لو الكلام قليل. وفي النهاية اسأل نفسك سؤال بسيط: انت تعرف الحب ازاي؟ ومين من كل المفكرين دول كلامه لمس قلبك أكتر؟ يمكن مش كل الأسئلة لازم ليها إجابة، ومش كل الطريق لازم نمشي للآخر، بس دايما اختيارات ربنا دايما في صالحنا، ودايما في علامة بيبعتها لنا، وإحساس جوانا بيشدنا، وصوت خفيف بين السطور بيقولك كمل في العلاقة أو ارجع تاني، دي مش هتنفعك. كنتم مع إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. دايما في صورة تانية ما بنشوفهاش من أول مرة. اسمع قلبك وافهم رسالته، ومرة كده جرب تقرأ الحكاية من زاوية أرقى وأعمق، هتتفاجئ قد إيه الحكاية كانت قدامك مستخبية في التفاصيل. أشوفكم على خير إن شاء الله، وربنا يجعل دايما قلوبكم مطمئنة.